لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها. صلي على الحبيب قلبك كتيب. انا اسمي سمر، بعمل ميزانيات يوميه واسبوعيه. ميزانياتي بتبتدي من اول 200 جنيه لحد 3000 و4000 و2000 و5000. ايا كانت ميزانيتك اكتبيها، وانا ان شاء الله وفضل من الله هعمل لك ميزانيات باقل الاسعار واكتر اصناف موجوده في السوق. انا كمان بعمل اكلات اقتصاديه بتبتدي من اول 10 جنيه لحد بقى 100 و150، والارقام برضه اللي في النص 50 70 80. اكتبي ميزانيتك، صلي على حبيب، توكلي على الله، تابعيني هعلمك تحوشي وتمسكي قرش مهما كانت ميزانيتك. كمان هنجيب اصناف كتير بأقل الاسعار بتريكات وحاجات بسيطة ان شاء الله هتفيدك وكلنا نفيد ونستفيد. النهاردة هعمل معاكم طريقة صينية فراخ لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها. كل اللي احنا محتاجينه بصلايه، طماطمايه، قرن فلفل. عايز تحطي فلفل رومي او سبايسي ايا كان حطي، عايز تحطي الاتنين زي ما انا عملت حطي. حتى في التوابل برضو فيها اقتصاد، ملح وفلفل والسبع بهارات، وبدي الكلام ده كله تقليبه اضربيها في الكبه. انا عايزه الخضار يبقى فيه روح، ما يكونش صلصه، عايزاه يبقى ايه، مجروش كده خشن. واحط كمان معلقه من البابريكا بما اني ما عنديش صلصه، وهقلب الكلام ده كله. دي بقى تنفع معاكي في صدور، في دبابيس، في اجنحه، في فرخه كامله، ايا كان. انا النهارده كنت عاملاها معاكم بوراك او الصفحات، وهبدا ادعك بالتتبيله دي الفراخ واحط تحت الجلد وفوق الجلد. بصي التتبيله جرب بيها، وزي ما قلت لك بتنفع معاكي في اي نوع وفي اي حته. عايزه تعمليها باللحمه اعمليها، بس للامانه ما بتكونش احسن حاجه، هي احسن حاجه فيها الفراخ مهما كانت القطعة اللي انت بتعمليها. هنا بدعك الفراخ، انا كنت عاملة 4 صفح على عددنا، زودي زي ما انت عايزة. وكمان الكمية تقدري تعمليها وتشيليها بالفريزر، مش هتبوظ ولا هيجرى لها حاجة، هتوفر معاكي وقت ومجهود. صلي على الحبيب قلبك كتيب. انا جهزت هنا الفراخ او الصفح، وحطيت تحت الجلد وظبطت المسائل. عايز تحطي فيها بطاطسية حطي، بس احنا بنحبها التركه دي بدون بطاطس، حلوه قوي. تنفع معاكي مع رز او مكرونه برضو، مش هتقول لا. هدخلها التلاجة نص ساعه عقبال ما اجهز اللي انا بعمله واروق المطبخ ده. من ناحيه تانية رحت جايبه قرن فلفل سبايسي وقرن فلفل رومي وطماطميتين، وبرضو هديهم ضربه خشنه في الكب. ليها سموره هنا كنت متردده اعمل حاجه ما بين حاجتين وهقول لك عليها، بس انت لو لسه ما عملتيش لايك اعملي لايك، قولي لي رايك في الافكار والوصفات والميزانيات اللي انا بقدمها، ان شاء الله كلنا نحاول نفيد بعض. ولعت على الصينيه، اول ما تبتدي تغلي هوطي عليها عشان ما تنشفش. وخدي بالك الصوص بيبقى طعمه حلو قوي، بالذات لو انت عامله معاه شويه رز ابيض. انا هنا قررت ان انا احمر معاها شويه مكرونه شويه زيت، ونزلت بكيسين مكرونه وهديهم تقليبتين، وهعمل معاها شويه مكرونه بشويه ميه، وابشر عليها برضو طماطمايه وكام قرن فلفل اللي انت شفتيهم من لحظات فاتوا. صلي على الحبيب قلبك يطيب. ده كان غدانا النهارده، صينيه الفراخ دي تنفع معاكي مع شويه رز ابيض، تنفع مع رز بشعريه، تنفع مكرونه محمره، تنفع تغمزيها والله ما بتقول لا. صينيه عالميه جهنميه مفيش بعد كده. ومش هتضطري حتى انك تدخليها الفرن، بتستوي كلها من فوق. عايزه تدخليها الفرن برضو تقول لا، تقول لا ما تقولش لا. بصوا هي الريحه بدات تطلع، انا هنا ضغط. بصوا بقى هنا عملت ايه. هنا اللهم بارك، احنا بنحب الاكل سبايسي، فرحت مقطعه دي عليه قرن فلفل. عايزاكم تدوني انتوا كمان شويه افكار للغدا، عشان أنا تعبت من كتر يوم ما بفكر، وبقيت فعلا بستسهل بما ان الموضوع فيه نون صغير. تعبنا، ربنا يا رب يبارك في ولادنا ويحفظهم جميعا. حمرت المكرونه اديتها اللون اللي انا عايزاه، هنزل بيها بشويه ميه. الفلفل الرومي والفلفل الحامي حلو جدا، حاولي تدخليه في كل الاكلات اللي ينفع فيها يدخل فيها فلفل مغذي. احنا بنحب سبايسي، فانا حطيت واحد رومي وواحد سبايسي. عودي ولادك على الخضار. نزلت كمان بشويه ميه، انا الكاميرا بتاعت الموبايل اللي وقعت، نزلت عليهم بشويه ميه مغليه من الكاتل. وكمان هنزل عليها بالطماطم اللي انا ضربتها ضربه خشنه. لو مش عايز تضربيها ابشريها برضو، مش هتقول لا. يا دوبك هتدخل في السوا هوطي عليها. ده كان غدانا النهارده، مفيش احسن من كده. اغرفي بقى وابدعي يا بنتي يا سموره. هوطي على المكرونه وهجيب صينيتي، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. قولي لي بقى عملتي غدا ايه النهارده، وايه رايك في الافكار اللي انا بقدمها. انا كنت جايبه ال4 صفح دول حوالي حاجه و70 جنيه، 79 جنيه حاجه كده، برضو حلوة مشيت بيهم اليوم. وكيس المكرونة تقدري تجيبي المكرونة السايبة وزنها ب20 جنيه و22 جنيه، والكياس أغلى 2 جنيه في كل كيس. هنا قررت اديها وش في الشواية عشان المية بتاعتها ما تنشفش أكتر من كده. وريحة البيت اتقلبت، محدش يصدق ان انا عاملة تقريبا وركين، ما هو دول في الاول والاخر يعتبروا وركين. المكرونه مفلفله وخطيره. الخضار الفلفل والطماطم اللي انا ضربته مجروش، بصي باين شكله حلو ازاي، وولادك هياكلوه. عودي ولادك على الاكل الخضار مغذي ومفيد جدا. طفيت على المكرونه غرفت الاكل، لقيت عندي اخر شويه مخلل طلعتهم. ده كان غدانا النهارده. ما تنسوش تكتبوا لي ميزانياتكم
وغداكوا بيتكلف قد ايه في اليوم، وميزانية البيت تتكلف قد ايه. وانا ان شاء الله هحاول على قد ما اقدر انزل لكم فيديوهات جديدة وكلها في ترتيب البيت وتنظيم ميزانية البيت، عشان المصروف ما يخلصش مننا، وعشان كمان نعرف نمسك قرش. صلي على الحبيب قلبك يطيب.